السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم تورتايه كده، اقتصاديه جدا وحلوه قوي وشكلها جميل جدا زي ما احنا شايفين. قبل ما نبدا ما ننساش نضغط على اللايك ونشترك في القناه ونفعل الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. يلا نبدا الفيديو على طول. اتمنى يعجبكم الفيديو. عندي 5 بيضات طبعا متلجين. يفضل يكون هما طالعين من التلاجة علشان تبقى النتيجة ناجحة زي ما احنا هنشوفها دلوقتي. طبعا وعندي الفانيليا ده شيء أساسي، ممكن يكون بودر أو سايل، مفيش مشكلة يعني الاتنين هينفعوا. طبعا 5 بيضات يبقى 5 فانيليا، ولو كانت سايلة يبقى معلقة كبيرة. وعندي معلقة خل كبيرة، عندي معلقتين نشا، وهضرب فيهم زي ما احنا شايفين كده. هجيب السكر، عندي السكر اللي هو الحبيبات الابيض مش الاصفر ده. هقلب فيهم كويس جدا كده بالمضرب. وعندي محسن جل ممكن برضو اللي هو السايب او بونو، بحط معلقة كبيرة. الكيس ده 50 جرام. طبعا انا سبتلكوا الطريقة هي على المكونات على الشاشة علشان لو حبيت تاخديها سكرين شوت هتفيدك اوي. الطريقة دي الصراحة أنا جربت طرق كتير جدا جدا، الطريقة الوحيدة اللي نجحت معايا هي دي. وعندي نص كوباية مية متلجة، برضو يكون فيها تلج، برضو يكون ساقعة علشان النتيجة تطلع ناجحة معانا. وعندي كوباية دقيق، بكب الكوباية الأولى وبعدين بحط معلقة كيك شيف. طبعا كيك شيف ناجح معايا قوي في الطريقة دي. هحط معلقة مليانة وبعدين بحط كوباية الا ربع تاني دقيق، يعني كوبايتين الا ربع عليهم الكوباية نص كوباية مية. طبعا القوام تقل فانا هساعد بايدي. المضرب طبعا خفيف، فلو عندك اللي هو مضرب العجان ده بيكون حلو قوي، بيخلي القوام يتقل ويعلى معايا ويرمي كمية حلوة. انما ده مضرب بيض بسيط جدا، يعني اي حد ممكن يكون عنده المضرب ده. بضربه طبعا، بساعد بايدي برضو بالمضرب. وبعدين بجيب صينية مقاس 30 في 40. دي انا هعملها طبقتين بدل ما اقسم، يعني هعمل في صينية كبيرة. دي مقاس 30 في 40 وهسويها كده، بحط لها ورق من تحت. وبعدين بسوي الخليط واحطه في الفرن درجة حرارة 180، بيكون على الرف الوسطاني. بطفي الشعلة اللي فوق. وده الشكل معايا. هنعمل الكريمة. طبعا عملتها معاكم اكتر من مرة، بس الفيديو ده شامل كل حاجة برضو علشان يخفف الطريقة معاكي وما ترجعيش لأكتر من فيديو. عندي كوباية كريم شانتيه يكون من غير سكر. الكريمة الخام دي بتكون احسن من اللي هي الكريمة المحلى، بتكون ماسكة وقوامها حلو قوي. وعندي نص كوباية سكر حبيبات برضو ابيض، ومعلقتين لبن بودر او بستر كريم، ده اختياري يعني ممكن ما تحطيش الاتنين. وكوباية الا ربع مية متلجة، وبتضربيهم كويس جدا وبيبقى القوام بتاع الكريمة زي ما احنا شفناه مع بعض. عندي بجيب سيرم. طبعا انا ما كانش عندي الصراحه غير السيرم التقيل ده. لو عندك لبن او عصير او اي حاجه ممكن تسقي بيها الكيكه، بس انا الصراحه الكيكه بتاعتي طريه جدا مش محتاجه اي سوائل، بس قلت اعملها علشان تعزز الطعم وتخليها مسكره كده وحلوه شويه. بس كده انا بحط طبقة كريمة زي ما احنا شايفين. لو عندك اي فاكهة ممكن تحطيها، مثلا موز، تفاح، اي حاجة من الفاكهة، فراولة، مانجا، اي حاجة ممكن تحطيها تحشي بيها الكيكة بتاعتك. الموز طبعا بيسود زي ما احنا عارفين، فانا حطيت عليها معلقة سيرم علشان تديني طعم، وعلشان ما تخليش الموز يسود. بس كده برصه وبحط طبقة كريمة فوق الموز، وبعدين بحط الطبقة التانية. طبعا الكيكة دي اقتصادية وحلوة قوي، جربيها هتعجبك جدا، ويعني هي الطريقة الوحيدة دي اللي هتستخدميها.
طبعا انا حطيت الطبقة التانية وحطيت السيرم. الكيكة بتاعتي مش محتاجة اي حاجة ولا محتاجة اصلا تتشال الطبقة اللي فوق دي، مفيهاش اي زفارة وكانت طعمها تحفة. فاحنا بنحاول نقتصد على قد ما نقدر في الايام اللي احنا فيها دي. الصراحة كل حاجة غليت وكل حاجة ولعت نار. بس كده انا بحط كريمة اللي هي في كيس الحلواني، وبعدين بلف بيها الكيكة واديها طبقة، وبعدين بحطها في التلاجة وبطلعها بديها الطبقة التانية، اللي هو الطبقة الوش الاخير علشان يمسك معايا ويبقى متساوي وحلو. زي ما احنا شايفين كده بحطها في التلاجة وبطلعها بديلها الوش التاني، وبعدين بالسكرابر المشرشر بعمل منظر كده من على الجناب. بس كده انا هحطها في التلاجة، وهنعمل الجناش الاقتصادي مع بعض. هيكون معلقتين كاكاو خام او شوكولاتة خام، معلقتين نشا، معلقتين سكر، نص كوباية مية، نكهة البندق، ومعلقة زيت. نكهة البندق برضو لو ما عندكيش يبقى كيس نسكافيه واي حاجة يعني هتقضي الغرض. بس كده بقلبهم على البارد، وبعدين بحطهم على النار يتقلوا معايا، وهطفي واحطهم في التلاجة يبردوا. بس كده هطلع الكيكة بتاعتي من التلاجة زي ما احنا شايفين كده مسكت نفسها. وعندي القمع اللي هو الورد ده او المشرشر ده بحبه قوي، يعني اكتر من القمع التاني الصراحة. هعمل روزتات زي ما احنا شايفين كده، هقسمها على 6، هقسمها نصين، وبعد كده كل نص هقسمه على 3، وهعمل الشكل اللي انا محتاجاه. طبعا اي تزيين تحبيه مفيش مشكلة، حلو قوي هيكون شكل الكيكة طبعا جميل. هحط الجناش اللي احنا عملناه مع بعض، احط كده على الوش، وبعدين بجيب المعلقة وبعدين بسويها. عندي جيلو المانجا وعندي جيلو الفراولة. طبعا كل جنب كده بحط فيه علشان يديني الوان كده مبهجة كده وحلوة، يعني يحبوها الاولاد. وكل لون بحط له اللي هو اللولي الالوان، سواء الشوكولاته بحط له لولي ابيض، ولو المانجا بحط له لولي بني او لولي شوكولاته. هو الفراوله بحط له لولي ابيض. طبعا زي ما احنا شايفين شكل حلو قوي. عندي اللي هو القالب الشباك ده، اللي هو شوكولاتة نعملها الشباك زي ما احنا شفنا برضو فيديو قبل كده، هسيبلكوا الفيديو في صندوق الوصف. وعندي ورق الترانسفير برضو عملت اشكال منه برضو عشان تدي منظر حلو. وعندي الكريز. بس كده طبعا انت اي تزيين تحبيه ممكن تعمليه. وبكده يبقى فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم ورب يكون استفدتوا. شكرا للمتابعة، اتمنى تضغطوا لللايك وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.